انا الحبوب بتزيد معايا ومفيش حاجه بتضيع الحبوب مع اني بعالجها، مفيش حاجه نافعه معايا خالص ومعرفش الحبوب بتزيد ليه. في حاجات انت اللي بتعمليها بتزودي بيها الحبوب الفطريه والحبوب البكتيريه للبشره. اولها الفرش بتاعه الميك اب، لما بنستخدمها ونسيبها ما بنغسلهاش بتكون عليها وبتجمع كميه بكتيريا كتيره جدا، سواء الفرش او البيوتي بلاد. البكتيريا دي انت بتاخديها وبعدين ترجعيها تحطيها تاني جوه المسام بتاعه البشره، فانت بتنقلي لنفسك بكتيريا بيور انت من نفسك. يعني مش هقولك روحتي الميك اب ارتست مش منظفه الادوات بتاعتها او حاجه، لا انت اللي بتعملي كده. في كمان اي كونسيلر عندك او اي سيروم، الابليكيتور بتاعته بتاخديها تقومي مغطيه بيها اي حبايه عندك وبعدين ترجعيها تحطيها تاني في البرودكت. انت نقلتي الانفكشن اوريدي حطيتيه في البرودكت وهتنقليه بقى لانك بتحطي على بشرتك كلها فهتنقليه في البشره كلها. في كمان السيرم بتاع البشره لما بناخده ونحط الابليكيتور على البشره نفسها، مش بنحط على ايدينا وبعدين نوزعه على بشرتنا، نفس الحكايه انت بتنقلي البكتيريا وبتزوديها وبتبوظي البرودكت بتاعك. في كمان تغيير كيس المخده مهم جدا يا جماعه، سواء للشعر او للبشره. ان استخدام الفوط لازم نبدله بالمناديل او التيشو، لان هو بيستخدم مره واحده بس وما بنرميه وما بنحتاجلوش. بنغسل ايدينا كويس جدا قبل ما نحط اي منتج على وشنا، بنحط سيرم بنحط كريم، تكوني غاسله ايدك كويس قوي ما تمسكيش اي حاجه وبعدين تحطي الحاجه على بشرتك بحيث ما تكونيش بتنقلي برده لا بكتيريا ولا فطريات ولا اي شيء هيلوث البشره. الناس كمان بتغسل بشرتها بغسولات مناسبه للبشره الدهنيه وكل حاجه، بس ما بترطبش البشره بعد ما تغسلها اعتقادا منها ان دي بشره دهنيه هي كده كده فيها اويلز انا مش محتاجه ارطبها ولا حاجه. ده بيخلي البشره تفرز دهون زياده علشان هي بتحس ان في شيء بيفضل ينقص منها فبتحاول تعوض ده ذاتيا، فانتي بتبوظي الافراز الدهني للبشره وده هيعمل لك مشاكل. خدوا بالكم من الحاجات دي عشان دي ممكن تزود معاكي الحبوب وانتي بتعالجيها وانتي ما تعرفيش السبب.